السلام عليكم ورحمه بكم. راح نديرو حلة الطابع. هنا غادي ريسيبيون درت 3 بيض مع رشه تاع الملح ونزيدو عليهم كاس الا ربع تاع السكر الخشن، سكر حرش. تخلطوا بالباطير ولا ديروهم في البيتخا وخلطوهم. المهم استعملوا الفوي. هنا عندي بالنسبه للمنكهات درت مبشور تاع حبه تاع ليمون وشويه تاع لافاني. ونجيبو هنايا كما شفتوا الكاس درت الربع تاعو زبده ذايبه وكملته بالزيت، يعني كاس الا ربع زبده وزيت. نزيدوهم غير بشويه كما كنتم تشوفوا نخلطوا مليح هذاك البيض مع السكر، خلطوهم مليح. ومن بعد نزيدو الزيت مع المارغرين غير بشويه رانا نخلطوه. تنجموا تخلطوا بيديكم اذا ما كانش عندكم باطير ولا بيتخا، تخلطوا بيدكم. المهم خلطوا مليح هذاك البيض مع السكر وزيدوا الزيت بشويه تدريجيا كما راكم تشوفوا حتى نكملوا كاس الا ربع. دونك انا ما بقى لي نزيد غير الفانيله. انا استعملت هذه الخاصه بالحلويات وساشي نص تاع خميره الحلوى، يعني نبقاو نزيدوا الفانيله بشويه مع كيس ونصف خميره الحلوى، يعني 15 غرام تاع خميره الحلوى. ونلموا العجينه تاعنا. لازم نخليو العجينه طريه باش نتحصلوا على يعني حلة الطابع تكون طريه. شوفوا هنا انا علاش درت شويه زبده ذوبتها زدتها مع الزيت، هي اللي تخلي لي الطورنو يجيني طري. دوك تشوفوا في التالي غير بيد وحده راح نقسم الحبه تاع الطورنو. هنا العجينه كما راكم تشوفوا راهي طريه. جبت بابي كويسون باش نحل عليه احسن، بهذه الطريقه نحلوه. تبغوا تخشنوا العجينه تبغوا ديروها رقيقه، انا ما نبغيش الطورنو يجي خشين بزاف. وانتم لكم الاختيار من الطابع، استعملوا اي طابع يكون عندكم. نقطعوا اشكال ومن بعد نحطهم في بابي في بلا، يعني يكون فوقو بابي كويسه ومن الفوق رايحه ندهنهم. اذا كنتو حنديروهم بلاصاج خلوهم كيما راهم طيبين يعني كيما راهم، واذا كنتو رايحين ما ديروهمش البلاصاج من الفوق دهنوهم بصفار بيضاء، زدتلو شويه حليب وديروا لهم من الفوق شويه فيرميسيل تاع شوكولا ولا هذوك الحبوب الملونه هذوك، ولا ديروا لهم كيما انا حبه كاوكاو. الا بغيتو يكونوا هكا سامبل ديروا لهم حبه كاوكاو ولا ديروا لهم كيما كانوا يديروا زمان شويه تاع السكر. طيبوهم في الكوشه من تحت وكي طيبوا نشعلوا عليهم باش تحمروا من الفوق. وهذه هي الوصفه تاع حلوه الطابع، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا كيفاش خرجت، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا في التحضير تاعها. شوفوا راح نقسمها لكم غير بيد وحده باش تاكدوا من الطراوه تاعها، جات بزاف طريه وخفيفه وفيها البنه تاع الرزاز تاع السيترون. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.